يا مسا السعادة والسكر الزيادة، وأهلا بيكم معايا من جديد في فلوج من فلوجاتي على قناة شيماء شانل. أهلا بيكم معايا في فلوج النهاردة غريب وعجيب. انت فين يا أم مالك كده؟ احنا في سوق التلات يا جماعة، اللي هو في المرج. يلا بينا بقى، هنا عند سور المترو. اه صحيح، اطلعي بقى السلم ده بتاع الشرابات، شراباته حلوة جدا، اشتروا منه خصوصا الشرابات اللي هي ورقتها صفرا. هنا بقى على سلم اللي هي بنعدي بيه المترو الناحية التانية وبروح المرج الغربية. طول ما انتي ماشية هتلاقي كل حاجة، تشكيلات بقى، هدوم، فخار، أحذية، كل حاجة، بلاستيكات، كل حاجة هتشوفيها وهتلاقيها هناك. أنا واخدة جولة بسيطة في معظم السوق، وإن شاء الله بإذن الله تيجوا السوق وتكونوا عرفتوا الطريق. انتوا بتاخدوا لو انتوا هتركبوا من مثلا من الجراج، بس رجاء بقى هتاخدوا قبل ما عربية تنسي انزلي اعملي الجراج لايك هتنزلكوا وشير عند الشيخ وسبسكرايب منصور، للقناة، هتمشي حتة هتلاقي وتدعميني بتعليقك الحلو الجميل. بصوا ابتداء حتى من شنط السوق المدارس معاكي، كل حاجة، هتطلعي وكراسات السلم هتعدي وكشاكيل، الناحية التانية كل المرج حاجة موجود الغربية، وأسعارها هتلاقي بتبقى كل حاجة كويسة موجودة. جدا. هنا هنا اللمة التلات دي لمط بتلاتة ب10، ب10، بس هما كراسات، مستعرضين قبل كشاكيل، كده. كل حاجة كل ما يخطر على بالك. بصوا هنا الحلويات بقى، ستاير، بونبوني، مفروشات. وهنا المقرمشات دي دي انا بجيبها من المقرمشات، عند انا الست كنت دي، هنا حلوه بقى قوي بجيب الست اللي هو اللي عند المترو، السوداني نضاف جدا وحلوين. والبونبوني وهنا الجيلي، البونبوني وبسكوت، كام الجيلي حاجة كده اهو بره ب 100 بجيبهم لان انا جنيه كنت هنا ب ساعتها 80 مسافرة جنيه حلوه المصيف، قوي، كنت الاسعار ايه حلوه قوي عايزة بصراحه، حاجات بس اهم كده حاجه اهوت بصوا على يتسلوا بيها في الاكسباير. المصيف. والست دي برضو بصراحه حاجاتها حلوه جدا وعلى طول فريش. انا بعرف المقرمشات بصراحه، يعني ما بتبقى مش طازه او ان هي واخده هوا او شمس جامد، بعرفها من طعمها، فانا كنت بجرب، لازم اجرب يا جماعه. هنا برضو البطاطين والمفروشات. بصوا الفيديو متنوع وشيق جدا، اتمنى الفيديو ده يعجبكم، ويا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتعليقاتكم بقى الجميله. هنا كمان هوريكم الكوفرتات اللي نازله جميله جدا. وهنا بصوا ده قماش الملايات اللي هو نازل ترند، حلو قوي، كان المتر ب80 جنيه. الأقمشة يا جماعة بقت نار نار بصراحة. الملايات دلوقتي أسعارها غالية جدا وغير الأول خالص. الله يكون في عوننا جميعا وعون البنات اللي هي لسه يعني بتتجهز. كمان هوريكم قماش الكوفرتات تحفة جدا. قماش الكوفرتات السنة اللي فاتت كان البيكا الخفيف اللي ينفع ملاية كان ب35 جنيه، السنة دي سعره عالي جدا، وصل ل55 و60 جنيه، ده الخفيف. الكوفرتات التانية بقى أعلى بقى، واللي السنة اللي فاتت كان ب100 السنة دي بقى ب130 أو 140 على حسب. بصوا بقى الأقمشة دي بتاعت الكوفرتات اللي نازلة للعرايس، تحفة 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 والله العظيم، جميلة جدا، خامة ورقيقة جدا، وهتتحط على السرير. يعني بصراحة عجبتني جدا، مع قطعم كده شكله شيك، هتبقى روعة بصراحة. أنا بوريكم الحاجات اللي هي نازلة جديد في السوق، شوفوها. اوعوا تنسوا اللايك لأم مالك، دعمكم ليا بلايكاتكم واشتراكاتكم، وكمان التعليقات بتاعتكم الجميلة. هسيبكم بقى تاخدوا جولة في السوق كله، واخر الفيديو هوريكم مشترياتي اللقطة من السوق. السوق يا جماعة فيه حاجات حلوة جدا، اتمنى ان انتوا تروحوا وهتلاقوا اسعارها حلوة جدا وكويسة عن المحلات. هسيبكم بقى تبتدوا الجولة بقى مع نفسكم، ودي الدفايات الشتوي ها، وابتدوا بقى الجولة.
كده بقى اكون معاكي وصلت لاخر الجولة. هو ده نص السوق ان شاء الله باذن الله. المرة الجاية افرجكوا اكتر. بصوا بقى، هنا جبت صابون، ده كان عامل 30 جنيه. وهنا الشامبو دول ال10 اكياس او 12 كيس مش متذكرة قوي، دول كانوا عاملين 10 جنيه. هنا المقص ده جبته ب35. هنا بقى البقوليات جبت ذرة فشار وقمح وفول. وكنت جايبة كمان باذنجان لقيته حلو قوي. وجبت ايه جبت الطرحه دي حلوه قوي جميله جدا، دي كنت جايباها ب15 جنيه. شفت، مش بقولكوا في حاجات لقطه كتير. وايه تاني يا ام مالك؟ جبت الصنادل دي لقيت الواحد ب40 جنيه. جبت المالك الاول، بعد كده شفت الحريمي ما عجبنيش قوي، فمالك قال لي ماما هاتي واحد زيه. هنا البونبوني ده اللي بقولكوا عليه جبته الربع ب40 جنيه. هنا بقى سوداني، مش فاكره الاسعار بصراحه. سوداني وبسكوت، البسكوت تقريبا 100. وهنا كمان كنت جايبة اللي هو الملبس اللي هو بالسكر ده. ودي المقرمشات دي احنا بنحبها جدا، وتقريبا كانت عاملة 80. 80. بصوا بقى الأطباق دي، الطبق ب2 جنيه. بصوا أنا جايباهم بقى لإيه، احط فيهم الفطار أو عشاء، مثلا احط 7 8 أصناف. حلاوة، جبنة، حبة فول صغير، أنوع وأشكل، ويبقى معايا الصينية مليانة ما شاء الله أصناف كتيرة، بس الأطباق صغيرة. حلو كده، حلو. تعالوا بقى اشوف ايه، هوريكم انا جبت ايه برضو تاني سعره لقطة حلوة قوي. الشرطات دي كنت بجيب الواحد ب25 جنيه من عند واحد كده في السوق، بس ما لقيتوش، لقيته خلاص نزل الشتوي. دول بقى جبتهم من واحد تاني ب15 جنيه الشرط، اللي هي الخامة البولو حلوة قوي. جبنا 4 لميلك ولابن عمته، حلوين جدا. أطفال وبيحتاجوا تغيير كتير في الصيف. أعب شرطات، فالحاجات دي بتبقى حلوة ليهم وخفيفة. جبنا ايه تاني يا ام مالك؟ والله جبت بقى اللي هي بقى الحاجه بقى الصدمه، اللقطه بقى. شوفوا، عشان ما بقولكوا السوق ده فيه حاجات كتير لقطه. اسمعوا كلامي. بصوا بقى القماشه السواري دي، المتر انا سأل عليه والله العظيم امبارح 125 وب185. بصوا بقى يا جماعه، مش هقولكوا انا جايبه المترين ب100 جنيه. مترين والله، وازيد من مترين كمان. ما شاء الله حلوة جدا وسعرها لقطة. جبت الأفرع دي الفرعين ب60 جنيه. ب60 جنيه، أيوة والله العظيم، مع إن أنا سأل عليهم كذا حد قال لي ب120 وب170 حاجات كده، أرقام فلكية. فجبت دول الاتنين ب60 جنيه من واحد، أنا مش عارفة هو كان مجمع عليه ولا حاجة، معرفش. وعمالة أقول له الواحد ب35، قال لي فصلت بقى وخدت الاتنين ب60 جنيه. كده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ونال إعجابكم. أتمنى تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. انزلوا حالا اضغطوا على لايك، وكمان اشتراك في القناة، وعايزة التعليق بتاعكم اللي بيفرحني وسلام.